ناضت روينة كبيرة الإخوان. كيف كتشوفوا الجماهير ترونت ما بين مشجعين ديال اتحاد العاصمة وجمهور أسفي. قبل ما يبدي الماتش نهائيا أما كان غدق وسكات، حيتاش كانت هناك شعارات استفزازية. لأن المغرب يعني معروف أنه كينظم مقابلات رياضية، ماشي أول مرة يستقبل فرق من الجزائر. لكن هنايا وهاد الصورة هذه اللي بغيتكم تشوفوها معايا، حيتاش أنايا الصراحة ما شاء الله ذكاء. هذه رئيس اتحاد العاصمة برج محمد السادس. ايه هاكا سيدي، شوف لينا البرج اللي يلا عد شنو ولي العهد حفظه الله، برج محمد السادس. خذوا معك حتى الجزائر. ونرجع دابا نكمل على الجمهور ولا المشجعين ديال اتحاد العاصمه. كاين فيديوهات كتبينهم فاش كانوا وصلوا للمطار وغاديين باش يمشيو لاسفي باش يحضروا للماتش، ومن خلال المظهر ديالهم الخارجي كيبان انهم ما كانوش ناس عاديين، جاو مريحين وجاو يعني بواحد الطريقه بحال دايرين مأطرين ومنظمين باش يقولوا شعارات معينه ويتصرفوا تصرفات معينه. وهذا اللي استفد الجمهور ديال اسفي وخلاهم يدخلوا معهم في هذا الصراع الكروي، واللي على اثره توقفت المباراه. ودابا الاتحاد الافريقي وكذلك المسؤولين على هذا التنظيم وعلى هذه المباراة وعلى هذا الحفل الرياضي اكيد غادي تكون هناك اجراءات غادي اتخذ، ونشوفوا فوقاش غادي يرجع الماتش. لان في هذه الوقيته اللي نهضر معكم فيها الماتش موقف، واش غادي يرجعوا يلعبوا هذا النهار نهار اخر الله اعلم كيفاش غادي تكون النتيجه. ممكن تشاركوا لي الراي ديالكم وتقولوا لي الراي ديالكم في هذه الاحداث هذه. واش تنتوما حسيتوا ان هذا الجمهور هذا قبل ما يدخل التيران فعلا كان جمهور جاي يعني بحال ماشي جمهور عادي، وانما ينتمي لواحد الفئه معينه بحال مدربين عسكريين ولا؟ لان الصراحه كتشوف الهيئه الجسمانيه ديالهم ماشي هيئه بريئه. وممكن لان هاد الاجواء هذه اللي كتشوفوها دابا ما عندي ما نقول لكم. وهاد الصوره هذه اكبر صفعه تقدمت الاتحاد العاصمه من قبل الممثل المغربي، وهي برج محمد السادس. قولوا لي الراي ديالكم في التعاليق.